السلام عليكم. في خبر اليوم خرج تسريب صوتي للرئيس الفرنسي ماكرون يسب الرئيس الجزائري. وقبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك الجديد. قد أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انطباعات مناقضة تماما لما يتم تداوله في الدوائر الضيقة، خاصة موقفه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي عكسه تسريب صوتي ينتشر مؤخرا يصفه فيه بالساذج بعديم القرار والجزائر بأنها سوق الخردة الروسية. وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي المسربة في تناقض تام مع حديث فرنسا عن تقديم ضمانات للجزائر حول توفير المناخ المناسب لزيارة مون المأجلة إلى باريس بعد منع الاحتجاج الشعبي الأسبوعي الذي دأب جزائريون معارضون على تنظيمه في ساحة الجمهورية، فضلاً عن حجب بث قناة تلفزيونية معارضة. وكشف تسريب صوتي للرئيس الفرنسي عن انطباعات سلبية وانتقادات شديدة للجزائر تصل إلى درجة الإهانة، حين يصف الرجل الأول فيها بالساذج ويفتقد القدرة على القرار، في تلميح إلى تحكم القوة الفعلية لشؤون البلاد من خلف ستارو هي المؤسسة العسكرية، فضلاً عن وصف الجزائر بسوق الخردة الروسية في إشارة إلى اعتماد الجزائر في تسليح جيشها على السلاح الروسي. وهذا التسريب جاء بعد إضافة المقطع الذي يقول: يا فرنسا أن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك جديدنا.